أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحلة الحياة كل زول بيفتش على السند، عن الشريك اللي بيكمله، اللي بيشاركوا تفاصيل العمر بحلوها وبمرها. لكن أحيانا بنقع في فخ الاختيار السطحي وبننسى إنه العلاقة الزوجية ما مجرد ارتباط عابر، إنما هي بناء متين أساسه التوافق العميق والقبول الحقيقي. ربنا في كتابه الكريم قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلازم تختار اللباس اللي بيناسب مقاسك من البداية. كثير مننا بيشوف المظاهر البراغة أو بينجذب للصفات السطحية، بيفتكر إنه ده كافي لبناء علاقة ناجحة. لكن الدراسات النفسية والاجتماعية بتأكد إنه التوافق الحقيقي هو أساس استقرار العلاقة. فمثلا أظهرت دراسات عديدة بأنه الأزواج اللي بيتشابهوا في الخلفية الاجتماعية والقيم والأهداف بيكونوا أكثر توافق واستقرار في حياتهم الزوجية. والتوافق ما بيجي بالصدفة، بيجي من فهم عميق للذات وللآخر، ومن اختيار مبني على أسس صلبة ما على مجرد إعجاب عابر. فما تختار لباس ما بيلائمك مقاسه لمجرد إنه عجبك، وبعد ذاك تبدأ في تغيير نفسك أو تغييره عشان يناسبك، لأنك ما حتنجح. وحتى لو نجحت فحتكون فقدت جزء من اللباس ده أو ضفت له جزء ما من نفس قامته. فمحاولة تغيير الشريك أو تغيير الذات لتناسب علاقة غير متوافقة غالبا بيؤدي لإرهاق نفسي وعاطفي. علم النفس بيشير لأنه التغيير الجذري في الشخصية صعب جدا بعد مرحلة معينة من العمر، وإنه العلاقة الناجحة هي اللي بتقوم على قبول الطرفين لبعضهما البعض كما هما، مع العمل على النمو والتطور المشترك وليس التغيير القسري. جانب مهم تاني في الاختيار السليم وهو تقدير الذات والأمان العاطفي. كثير من الناس بتخش في علاقات وهي ما متصالحة مع نفسها أو عندها نقص في تقدير الذات. الدراسات النفسية بتوضح إنه تقدير الذات الصحي هو مفتاح العلاقات الناجحة. فالشخص اللي بيقدر ذاته بيكون عنده القدرة على بناء علاقات صحية ومتبادلة، لأنه ما بيعتمد على الطرف الآخر عشان يملى فراغ داخلي أو يعزز ثقته بنفسه. بالعكس بيكون قادر على العطاء وتلقي الحب بطريقة متوازنة. أما الأمان العاطفي فهو العمود الفقري لأي علاقة مستقرة. الأبحاث في مجال العلاقات بتأكد إنه الشعور بالأمان العاطفي بيخلي الشريكين قادرين على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بحرية من غير خوف من الحكم أو الرفض، وده بيعزز الثقة المتبادلة وبيقلل من الصراعات. في الأخير اختيار الشريك هو قرار مصيري بيحدد مسار حياتك. ما تستعجلوا وما تخلي المظاهر تخدعكم، استثمروا في فهم ذواتكم أول، وفي البحث عن شريك يتوافق معاكم في الجوهر ويمنحكم الأمان العاطفي، لأنه العلاقات الناجحة ما بتتبني على الصدفة أو على التغيير القسري، إنما بتتبني على أسس قوية من التوافق والاحترام المتبادل وتقدير الذات. ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.